الفيلم الذي أغضب نجيب الريحاني فيلم ياقوت سنة 1934، تاني فيلم لنجيب الريحاني. اتكلمنا عن بدايات نجيب الريحاني ونبذة عنه في حلقة 24، المراحل اللي مر بيها لحد ما عمل فيلم صاحب السعادة كشكش بيه، الفيلم الصامت اللي اتعرض سنة 31 واللي ركب عليه الصوت واتعرض تاني سنة 34 ناطق باسم حوادث كشكش بيه. الغريبة ان الريحاني في مذكراته اسقطه من قائمة افلامه، وقال في مذكراته ان اول فيلم سينمائي ليه كان فيلم ياقوت موضوع حلقتنا، جايز عشان اول فيلم ليه بيناقش موضوع اجتماعي. ده غير ان السينما عموما ما كانتش بتشغل نجيب الريحاني قوي، وهو اعتبر السينما مصدر للفلوس بس، لكن الاساس عنده كان المسرح، والسينما دي كانت حاجه جانبيه. في مذكراته اللي نشرتها دار الهلال سنه 1959 حسب بعض المصادر اللي مفادها ان جاله برقيه من ايميل خوري اللي كان سكرتير تحرير الاهرام وكان صديق لسعد زغلول ضد الاحتلال الانجليزي. الانجليز غضبوا عليه وصمموا ينفوه، ساب مصر وراح فرنسا وبقى له اعماله التجاريه هناك، وكان عارف الريحاني لان هم اتقابلوا في باريس. المهم ايميل خوري بعت برقيه للريحاني من باريس ومعها 50 جنيه، وطبعا جات للريحاني في وقت كانت الدنيا بايظه معاه. سافر الريحاني باريس، عرف ان خوري اتفق مع شركه جومون الفرنسيه للسينما على انتاج فيلم مصري فرنسي مشترك، وعايز الريحاني يخش معاه بنسبه التلت وينفذ السيناريو اللي كتبه ايميل خوري. الريحاني وافق وبعت برقيه لصاحبه بديع خيري يجي باريس يكتب الحوار، لكن خوري اصر على الحوار اللي هو كتبه واصر ان الريحاني يلتزم بيه. الريحاني اعترض على الحوار اللي هيوقع الفيلم، قرر الريحاني يرجع مصر، لكن بديع خيري كان وصل باريس واقنع الريحاني يصبر، وقدر بديع يقنع خوري انه يعمل تعديلات كتير في الورق. الفيلم اتصور في 6 ايام في استوديو جمون، والمنتج خوري كان ماسك ايده قوي وضاغط ميزانيه الفيلم. الريحاني اتخنق وما كانش راضي عن الفيلم لانه مش فاهم المخرج ولا المخرج فاهمه. المخرج كان فرنساوي اسمه ويلي روزيه. المخرج احمد بدرخان كان مساعد مخرج في الفيلم ده، شارك معه ممثل اسمه ادمون تويما، ممثل مصري من اصل لبناني. خلص التصوير وخلص المونتاج في اسبوعين، والريحاني خد 50 جنيه تانية قبل ما يرجع مصر، وحصته في الارباح هياخدها بعد عرض الفيلم في مصر. وطبعا الريحاني كان حاسس ان الفيلم هيقع وقال لك تيجي زي ما تيجي. قصة الفيلم: رودي ابوها غني جدا، مهتمة بالشرق وبمصر، وانها حزينه ومش حاسه بسعاده من خلال كلام الناس عنها. بتقعد رودي مع عراف هي وصاحبتها اللي بتترجم لها. بيروح ياقوت افندي يحصل الايجار من عند الانسه رودي الفرنسيه اللي نصحها صديق انها تروح بلاد الشرق لعل سحرها يكون فيه دواء ليها ولحزنها، عشان كده نزلت مصر. ياقوت افندي ما بيلاقيش رودي وبيلاحظ لوحه على الحيطه ما بتعجبش ياقوت. طبعا اللوحه مش واقعيه وذات طابع غربي، وياقوت راجل شرقي بيميل للواقعيه. ورودي بتروح لياقوت الحارة وبتسمع أغنية بتتبسط بجو الحارة وبتحس براحة، وبتعزمه عندها في القصر على الشاي. بيقربوا لبعض، وطبعا هم مش فاهمين بعض، واللي بيترجم لهم الراجل اللي وعده ياقوت افندي يشغله لانه بيفهم لغات. العلاقه بتتطور، بيحبوا بعض وبيتجوزوا وبيسافروا فرنسا، ومع الوقت بيظهر فرق الطباع والعادات والتقاليد، وبيحس بعدم الاستقرار وبيتضايق من علاقتها وتصرفاتها. بيغضب وبيقرر يرجع مصر هو والمساعد بتاعه، لكن رودي بتحبه. ابوها بيموت وبيرجعوا سوا مصر. في اخر مشهد رودي الفرنسيه حبت ياقوت المصري رغم فرق الطباع، من حبها ليه رجعت مع مصر. الفيلم اتعرض يوم 16 ابريل سنة 1934. تابعونا.